مني كتير جدا 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 القواعد النحويه اللي ابني خلاص هو بيعرف يقرا، اللهم بارك. لو جبت له جمله، جبت له قطعه بيعرف يقرا. اخليه يشتغل ايه من القواعد النحويه عشان يدخل سنه اولى ابتدائي يبقى مرتاح كمان في القواعد النحويه، يعني مخلص يعتبر القراءه وكمان واخد من القواعد النحويه. بصي، اول حاجه تشتغلي معاه ياء الملكيه. تشتغلي معاه ايه؟ ياء الملكيه. وتبتدي تعرفين ياء الملكيه دي ياء لما بتمسك في اي حاجه قبليها بتخليها بتاعتي، زي كلمه قلم. لما نحط فيها ياء ملكيه يبقى قلمي. وطبعا كده انت بتشتغل معاه واحده واحده. يعني انت مثلا عندك كلمه زي كلمه مقلمه. مقلمه اخرها تاء مربوطه. طب اخرها تاء مربوطه لما يجي يحولها تبقى ايه؟ مقلمتي. هيخليها تاء مفتوحه. انت ممكن حصه بقى تشتغلي معاه و يعني حطي الياء على طول، وحصه تانية تعرفيه طريقه تحويل، او هنفتح التاء مربوطه هتبقى تاء مفتوحه. واحده واحده خلاص، انت كده مش مستعجلين. ده كانت اول خطوه اللي هي خطوه ياء الملكيه. وطبعا زي ما انا ما قلت الحاجات دي مش مكرره ان لازم الطفل داخل سنه اولى ابتدائي يبقى عارفهم. بالعكس، لا، هو كده هيدرسهم كمان في اولى ابتدائي وهيراجع عليهم. بس انا بتكلم هنا على طفل خلاص خلص القراءه يشتغل النقاط دي معانا. تاني حاجه معايا المدود. مش اسمها هو عارف المدود، هو واخد ان في عندي مد بالالف ومد بالواو ومد بالياء. لا، انا مش قصدي على المدود كده. يشتغل على المدود في التحليل، يحلل كتير على المدود، وكمان يعرف يستخرجه. ماشي. وكمان غير الاستخراج، يعني يعرف يطلع المد كلمة فيها مد بالألف من القطعة. يقدر يطلع كلمة فيها مد بالواو من القطعة. يستخرج مد بالياء من القطعة، وهكذا. وطبعا برضو الاستخراج فيها ملكية برضو نعودهم. غير الاستخراج يعرف المد، تدريبات كتير على المد والممدود، يعرف الفرق ما بينهم. تالت نقطة المذكر والمؤنث. يكون عارف الكلمة دي مذكر ولا مؤنث، وازاي احولها من مذكر لمؤنث. يعني عندي كلمة زي كلمة أميرة، أمير. عندي يلعب، تلعب. عندي بصي كتاب، ده مذكر ولا مؤنث؟ طبيب، طبيبة. فلاح، فلاحة. معلم، معلمة. والعكس، يعني انت مدياله معلمة حولها لي. المؤنث بيبقى اغلبه اخره تاء مربوطة. هكذا ياخد تدريبات كتير عليهم، المذكر والمؤنث. رابع نقطة معانا المفرد والجمع. المفرد والايه والجمع. عندي المفرد والجمع. المفرد يعني حاجة واحدة. طب الجمع يعني كتير مش اتنين. الجمع يعني ايه؟ كتير. ممكن يبقوا 3، ممكن يبقوا 4. ماشي. ونعوده زي مثلا كلمة زي كلمة معلم، دي مفرد ولا جمع؟ مفرد. طب جمعها معلمون. طبيب مفرد ولا جمع؟ جمعها أطباء. مهندسون دي مفرد ولا جمع؟ دي جمع، مفردها مهندس. طب مهندسة جمعها مهندس. طيب عندنا رقم 5 ضمائر المتكلم. أنا ونحن بس. أنا ونحن. بصوا، حتى هتلاقوا ضمائر المتكلم موجودة عندهم أصلا في القواعد النحوية في سنة أولى. بصوا لو جبت لكم كتاب سنة أولى، كتاب سندباد 2026، هتلاقوا هنا ضمائر متكلم. طب انتي اصلا، طب ياء الملكيه يا مس اسماء مش موجوده اصلا في الترم الاولاني، يعني معاك ان هو هيدرسها في الترم الثاني. بس بصوا معايا كده، انا لو جبت لكم اول درس اللي هو اميره واسرتها السعيده، هتلاقي في كلمات. يعني مثلا ممكن تقولي له عندي كلمه اميره. اميره دي مذكر ولا مؤنث؟ طفله مذكر ولا مؤنث؟ جميله مذكر ولا مؤنث؟ هكذا. عندنا ايه كمان؟ هتلاقي في كلمه زي كلمه اسرتي. اسرتي فهي ايه؟ ياء ملكيه. هكذا. امي، ابي. هتلاقي الحاجات دي كلها. عشان كده بصي انا بقول لك كمان اللي في الدروس اللي هو هيساعد الطفل كمان، وانت كمان بتشرحي له. طب يلا نكمل مع بعض. ضمائر المتكلم معاه اصلا في اول وحده انا ونحن. يعرف ايه هما ضمائر المتكلم، يبقى عارف ان كلمه انا وكلمه نحن ضمائر متكلم. طب بصوا معايا، انا دلوقتي عرفت ان ضمائر المتكلم انا ونحن. برضو اعرف امتى بختار انا وامتى بختار نحن. انا معلم،
نحن معلمون. ممكن ابتدي اديله جمل واقول له حولها من مفرد لجمع فيها ضمائر متكلم. انا طبيب، ده مفرد ولا جمع الجمله؟ الجمله كلها مفرد. طب حولها لي الجمع، نحن اطباء. سهله ولا صعبه؟ سادس نقطه معانا اسماء الاشاره، هياخدها كلها، هياخد بس اسماء الاشاره للقريب، هذا وهذه. ممكن بعد شويه تبقي تديله هؤلاء، بس خلينا دلوقتي في هذا وايه وهذه، ويعرف برضو استخداماتها زي ما احنا ما عملنا بالظبط مع ضمائر المتكلم. سابع نقطه معانا التنوين. التنوين عندنا يكون عارف ان كلمه طفل لما احط له تنوين بالفتح طفلا، طب تنوين بالكسر طفلين، طفلون. ماشي، ويعرف يستخرجه برضو، يحدد نوع التنوين، هو اللي يعرف يحدد نوع التنوين. ماشي. تاني نقطة معانا الشد. الشد برضو عارف ان في شدة بالفتح، شدة بالكسر، شدة بالضم، ويعرف يحلل ويستخرج برضو. ماشي. تاسع نقطة معانا اللام الشمسية واللام القمرية، يعرف يحللها، يعرف يقرأها صح، يعرف يقرأ اللام الشمسية واللام القمرية صح، مش مجرد هو حافظ انهي ده عليه سكون عليه شدة، انا عارف نوع اللام، انا مش عايزة كده، انا عارف حروف اللام القمرية، انا عارف حروف اللام الشمسية، مش عايزين كده بس، لا ده بيعرف يستخرجها، بيعرف يحللها، بيعرف يقرأها كويس. انتي معاكي وقت اصلا هو يشتغل فيهم دلوقتي، عشان يعني هنزلك الدرس ده بدري تلحقي تشتغلي بقى معاه مع طفلك. ولو عايزه كمان اشرح لك خطوه خطوه ونراجع مع بعض قبل دخول الدراسه، اكتبي لي تحت في الكومنتات عشان اعمل لك كده باذن الله. ماشي. عشان نقطه معانا التاء المربوطه، وفي سنه اولى ابتدائي يعني يعرف التاء المربوطه، يعرف الفرق ما بينها وبين التاء المفتوحه. وانا عامله لك فيديو اصلا مخصوص بقول لك فيه، الفيديو كان في 3 دقايق بس، في 3 دقايق ابنك هيعرف الفرق ما بين التاء المربوطه والتاء المفتوحه. ما تنسيش تشوفي الفيديو طبعا عشان هيفيدك جدا جدا جدا. النقطه رقم 11 ضمائر الغائب، هو وهي، يعرفهم ويعرف يستخرجهم ويعرف يختار انهي صح، امتى اختار هو امتى اختار هي. بعد كده ضمائر المخاطب، انت وانتي. بس دي كانت 12 خطوه، لو ابنك عرفهم قبل ما يخش سنه اولى ابتدائي هيبقى مستريح جدا جدا جدا، وهتقدري تديله حاجات كمان اكتر من المنهج اللي معاه في سنه اولى. يعني هتقدري انت تشتغلي معاه قواعد اكتر، هتقدري ان انت تشتغلي وتدوسي في القراءه اكتر، في الاستخراج، في الحاجات دي كلها. لو عايزانا نعمل لك كل خطوه لوحدها ونراجع سوا او نشرحهم من اول وجديد هنا، اكتب لنا في الكومنتات، وما تنسيش تعملي لايك وشير وكومنت عشان يوصلك كل جديد. ولو انت لسه جديده في القناه طبعا فعلي زر الجرس، اشتركي في القناه وبعد كده فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.